أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. في الفترة الأخيرة برشلونة صار بده يبيع مدافع. الصحف الكتالونية بلش تطلع مين هي الأسماء المحتملة إنه برشلونة يستغنى عنها. هلا إيريك جارسيا من الأسماء هاي، بس إيريك جارسيا أصلا محطوط في السوق وراح ينباع، فلا يعتبر من هاي الأسماء الأربعة اللي راح أحكي لكم عنها ونشوف مين راح يطلع. الأسماء الأربعة اللي راح نحكي عنها راح نشوف هل مستواها نازل، هل راح تنباع عشان موضوع اقتصادي. راح نحكي في هذا الموضوع. صحيفة سبورت الإسبانية نزلت استبيان تشوف مين من القراء تاعونها مين انتم بتفكروا واحد من هاي الأسماء راح يطلع. كريستنسن، كوندي، إنجو مارتينيز، أراخو. نبلش أعزائي المشاهدين مع قلب الدفاع وقلب الأسد وقلب الكلب وقلب كل شيء، واللي هو القائد تاعنا أراخو. طيب أراخو مستواه نازل؟ نعم أعزائي نازل بالفترة هاي، بس هل برشلونة راح يستغني عنه؟ والله مع لابورتا إذا وصلوا عرض ضخم 100 مليون واطلع بيمسك أراخو اطلع برا، فيش ما راح يستغني عنه عادي. لابورتا في هذا الموضوع فيش عنده عادي، يعني مصاري تعال اطلع. انا بحب الفلوس قوي، هكسب فلوس من وراها. بتحب الفلوس قوي؟ بحب الفلوس. انت كلب فلوس يا انا كلب فلوس، بحب الفلوس قوي. احنا كلب فلوس، احنا محتاجين مصاري. بس لغايه الان النادي الوحيد اللي عارض مبلغ على اراخو بيحكوا انه بايرن 80 مليون، بس انا بشوف انه اراخو 100 مليون اقل من هيك حرام. اراخو وانا حرام يطلع اساسا، فشوي نستبعده من هاي القائمه. نيجي لإنجو مارتينيز. بصراحه الزلمه عم بقدم مستوى كويس من اول ما لعب، وانا عم بشوفه انه تشافي استغنى عن كريستنسن لما اجا، خصوصا انه بيعرف يلعب في القدم. يعني رجله اكيد بيعرف يلعب كرة قدم، تكون بيلعب في رجله كويس، باسات يعني كمان بباسي والى اخره، وشمالي. فهذا الاشي اللي كان يفتقده في المدافعين الموجودين عنده عشان يكمل، اللي هو كان شايف هذا الاشي في إيريك جارسيا، بس إيريك جارسيا طار. إنجو مارتينيز برضو نستبعده شوي لأنه لسه أول سنة وصراحة مقدم مستوى جيد. أما آخر اثنين اللي أنا متوقع واحد منهم اللي يطلع اللي هم كوندي أو كريستنسن. نحكي بأول اشي في كوندي برضو من المدافعين اللي نزل مستواهم عن الموسم الماضي. كوندي زلمة متعدد مراكز، بيلعب لك ظهير، قلب دفاع، حياته حلوة، ومر حاليا بمستوى هبوط خفيف، وان شاء الله برجع لمستوى بتمنى. واذا بدك تبيعه سعر البرشلونة اتوقع شاريه تقريبا 55 60 مليون، سعره لا يقل عن 70 80 مليون، هذا اذا بفكر النادي يبيعه. بس بالنسبة للعب المالي النظيف كوندي ما راح يفرق كثير مع إدارة برشلونة، خصوصا انه شاريه بمصاري وراح يبيعوه مش بمبلغ ربح كبير، فمش هتفرق عندهم. فانا شايف انه كوندي هو الاسم كمان الثالث الضايل. اما الاسم المتوقع انا شايف انه يطلع بروح امك، لا بروح امك، اكيد كريستنسن. كريستنسن من بداية الموسم مع وجود إنيجو مارتينيز ما لعبش. انا بصراحة ما شفتش كريستنسن لعب الفترة هاي غير لما انصاب إنيجو مارتينيز. لما انصاب إنيجو مارتينيز بلش رجع تشافي يعني يستعمل كريستنسن، وكريستنسن اجا من تشيلسي بصفقة انتقال مجانية. فيعني اذا برشلونة فكر يبيعه ب 40 مليون ب 5 مليون، هي 5 مليون على سبيل المثال صافي ربح. وغير هيك مش انه كريستنسن مستوى نازل، حرام، عم بقدم مستوى جيد. فكرة انه من اول ما اجا إنجو مارتينيز تشافي استغنى عن كريستنسن، ومن البداية معظم الصحف شافت انه طلعت كريستنسن قربت يا بالشتوية يا بنهاية الموسم. بس أنا عم بشوف إنها نهاية الموسم حتكون، لأنه في إصابات حتكون بالفريق ولا آخره. وبعدين في خبر بيحكي إنه برشلونة راح يرجع خاصية الشراء لشادي رياض. فشادي رياض بيلعب مع حاليا في بيتيس، وراح يشتري برشلونة ب7 مليون. شادي رياض البروفايل تاعه نفس بروفايل أراخو، فأنا هون خفت أكلنا كنادر. معقول تبيع أراخو ولا معقول؟ بس أنا إن شاء الله لا، ان شاء الله هذا ما يكونش هذا التفكير تاعي انكم تبيعوا اراخو ونضطر نلعب في شادي رياض. شادي رياض مستوى مش زي مستوى اراخو. شكرا. فبس في النهايه بحب احكي انه متوقع انه كريستنسن هو اللي يكون الشخص اللي حيستغني عنه ادارة برشلونة، عشان يكون إنجو مارتينيز هو المعوض تاعه. وانا عادي بشوف انه ممكن عادي، خصوصا انه مجاني وراح يطلع في مبلغ ومش مشكله. اكتبوا انتم في الكومنتس شو بتتوقعوا مين حيطلع من الرباعي من دفاع برشلونة. فلا تنسوا تعملوا لنا لايك شير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد.